وتشوف معايا دابا انتينا هاد الكيكه التركيه كيوصلك المذاق ديالها غير من تشوفها، كيكه بارده وحرفيا كتذوب في الفم ذوبان. ضروري خاصكم تجربوها خصوصا في رمضان، كيكه كتبرد وتحلي وكتعلي حتى هرمون السعاده. يا سلام. اول حاجه غنبداو بها نوجدوا الكيك في بول، غادي نعملوا 4 بيضات نزيدوا عليهم كاس لاروب السكر مع واحد الساشيه د الفاني، نحركوا داكشي شي شويه مع بعضهم، نبداو نطربوا ديك البيضات مزيان مع ديك السكر حتى يتضاعف الحجم ديالهم ويتبدل اللون ديالهم كيجيونا بهذا الشكل هذا. تقدروا تستعملوا الطراب اليدوي الا ما كانش عندكم الالي بحال هيدا، ولكن غيدي من عندكم شي شويه د الوقت. من بعد ما طربنا ديك البيض غادي نزيدوا كاس د الطحين، كاس طبعا غادي نقصوا منه واحد المعلقه، وديك المعلقه غادي نكملوا الكاس د الطحين ديالنا بمايزين، وغادي نزيدوا واحد المعلقه صغيره د الخميره د الحلوى على ديك المكونات اللي عندنا، ونغربلوا ديك المكونات كامله مزيان على ديك لاباري اللي وجدنا. ضروري نغربلوا المكونات لا لاباري باش ما كيجيناش ديك التكتلات في لاباري ديال الكيك ديالنا، وكنبداو نحركوها من التحت للفوق بهذا الشكل هذا غير بشي شويه. ومن بعد ما كنخلطوا المكونات كامله هكذا كتكون واجده معنا، نعملوها في شي مول بهذه الطريقه هذه. ويفضل ان المول يكون مربع ولا مستطيل، ونبداو نطلقوا لاباري ديالنا عليه بهذا الشكل هذا، نحاولوا نوصلوها الجوانب كامله، وبشي بروشيت نحاولوا ما امكن ديزايروها بهذه الطريقه، وندخلوها الفران طيب على درجه حراره 180 لمده ما بين 10 حتى 12 دقيقه هكذا. ومن بعد ما طابت نستعنوا بشي موس ونديموليوها بهذه الطريقه مباشره من بعد ما خرجت من الفران، نقلبوها ونخليو الوجه ديك الكيك لتحت، وبشي بروشيت نبداو نبيكيوها بهذا الشكل هذا. ودابا باش نسقيوها غادي نحتاجوا نص لتر د الحليب، نزيدوا عليه 200 ملل د الكريمه، ونبداو نسقيو الكيكه ديالنا بهذا الشكل هذا. نحاولوا ما امكن نسقيوها من جميع الاطراف والجوانب ومن الوسط طبعا، نحاولوا ما امكن نسقيوها مزيان، يعني ما نخليوش شي بلاصه اللي ما يدوش فيها ديك الحليب والكريمه اللي خلطنا. ومن بعد ما سقيناها مزيان نخليوها غير حدانا، وفي هذه المرحله غادي نحتاجوا نص لتر د الكريمه باش نمونطيوها. غادي نبداو نمونطيوها بهذا الشكل هذا، نحاولوا ما امكن ما نمونطيوهاش مزيان حتى كتقصح ديك الكريمه، نحاولوا ما امكن نخليوها كريمي يعني تمونطا غير واحد 80% ماشي 100%. ومن بعد ما كتوجد كتجينا بهذا الشكل هذا، نزيدوها على ديك الكيك اللي وجدنا ونبداو نيطاليوها بهذه الطريقه هذه. نحاولوا ما امكن نوزعوها مزيان على الجوانب، ومن بعد ما وصلنا للجوانب كامله نبداو نيطاليوها ونحاولوا ما امكن نيطاليوها مزيان بهذا الشكل هذا. ومن بعد ما ايطاليناها كتجينا بهذا الشكل هذا، ندخلوها للثلج ماشي المبرد العادي، الثلاجه في الثلج. ودابا ندوزو نوجدوا الكراميل في شي مقله ولا في شي كاسرونه ولا في اي حاجه يفضل انها تكون اينوكس، نعملوا فيها واحد كاس السكر ونخليوها من فوق بوطه حدانا. في طاسه غادي نعملوا معلقه مايزينا، نزيدوا عليها 3 المعالق الحليب ونحركوا ديك الشيء كامل مزيان مع بعضو، وهذه ضروري نخليوها حدانا وحنا كنوجدوا الكراميل. وكيف ما كتشوفوا السكر ديالنا بدا كيتكراميليزا، نخليوه حتى كيبدا يرجع على شكل سائل، ومن بعد كنبداو نحركوه بهذا الشكل هذا. من بعد ما حركناه كيف ما كتشوفوا داب ديك السكر مزيان، كنزيدوا عليه واحد المعلقه كبيره د الزبده، نحركوا ديك الشيء كامل مزيان حتى تذوب ديك الزبده، ونزيدوا عليها واحد القبيصه د الملح، نحركوا ديك المكونات كامله مزيان. ودابا نبداو نزيدوا الحليب شويه بشويه، غادي نحتاجوا كاس الحليب نبداو نزيدوها وحنا كنحركوا، ما نوقفوش من التحريك باش ما كيتكتلناش. واخا في الاول كتحسوا بحال ديك الشيء كيقصح، من مع التحريك والحراره كتطلق ديك الشيء كيف ما كتشوفوا بحال هيدا. ومن بعد ما زدنا الحليب اللي عندنا كامل، دابا نزيدوا المايزينا اللي وجدناها قبيله، نبداو نزيدوها بشويه بشويه وحنا كنحركوا بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، نخليوها حتى يغلى مزيان، حيت الا ما غلاش ما كتذوبش ديك مايزينا، وهيدا كتجينا باينه في الكراميل، وحنا خصنا يجي الكراميل ليس. ومن بعد ما كيغلى هكذا كنكونوا وجدنا سلطه كراميل ديالنا، في شي بواط الا بغينا نحتفظوا به، ولا كنا غادي نستعملوها بحال اللي انا عملته غير في الطاسه، كيكون خفيف شي شويه فاش يلاه كيوجد. مي فاش كنخليوها حتى كيبرد كيجينا بهذا القوام هذا، وهذا هو القوام اللي بغيناه، وكيبقى طبعا بنفس القوام. كنبداو نعملوها من فوق من الكيك ديالنا بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، كنبداو نيطاليوه بشي سباتول ولا باي حاجه عندنا، شي معلقه ولا اي حاجه، كنيطاليوه مزيان بهذه الطريقه. والكريم شونتي اللي عملناه من فوق من الكيك قبيله خليت منه شي شويه، هو اللي غادي نبداو نزوقوا به بهذه الطريقه هذه. نبداو نديوها بخطوط بحال هيدا، نعملوها في شي كورني ولا في شي بابي عندنا، وكنبداو نديكوريوها بحال اللي كنديكوريو الملفي. طبعا هاد الديكوراسيون متعارف عليه بشي بروشيت، كنبداو نهبطوا بهذا الشكل هذا، كنحاولوا نخلقوا خطوط في ديك ما بين الكريمه والكراميل، وعاود كنعاودوا نرجعوا ديك الخطوط بشكل عكسي بهذا الشكل هذا. وهكذا كنكونوا وجدنا كيكه تريسليتشيس ولا كيكه تريليتشي. صراحه الكيك كتجي واعره بزاف، نحتفظوا بها في المبرد العادي حتى تبرد مزيان، حتى الكيكه ضروري خاصها تقدم بارده. وهذه هي من بعد ما بردات كنديموليوها ونقطعوها. طبعا قطعوها تقدروا تقطعوها بطروفه صغارين ولا كبارين على حسب كيفاش بغيتوا نتوما. ودابا تشوفوا معايا الكيكه كيفاش كتجي، كنظن واقيلا كيوصل لكم المذاق ديالها من هنايا، واخا باقي ما جربتوهاش اللي بالنسبه للي باقي ما جربها. واحد المذاق فيها خيالي صراحه، وكتجي جوسي ماشي ناشفه. هاد النوع ديال الكيك كنعرفو من قبل من انستغرام، حيت كلشي كان كيهضر عليه، ولكن عمري جربته. وطاحت ليا الفكره قلت علاش ما نجربوش هاد المره، وصراحه فاش جربته صدمني، فكنصحكم به بزاف تجربوه. تمازج د المذاقات في هاد الكيك يا سلام، حرفيا كيكه كتذوب ذوبان. يا سلام، وضروري خاصكم تجربوها. ما ندمتي حيت جربتها. يا سلام.